يا جماعة فطور يوم الجمعة مش لازم يكون غير هيك. الفول مع البيض المقلي على طريقتي غير. لايك وشير قبل ما نبدأ، ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبلش. رفعت المقلة على الغاز وبضيف علبة من الفول وبتركه على حرارة متوسطة لحد الغليان. بعد هيك رح أبدأ أحضر للدقة. عندي هون سنين من الثوم مع قرنين من الفلفل الحراق، بدقهم كتير منيح مع رشة بسيطة من الملح، بضيف عليهم عصير حبة من الليمون، بخلطهم كتير منيح وهيك أطيب دقة بتكون صارت معنا جاهزة. رح أرجع للفول بعد ما غلي معي تقريبا 3-4 دقائق، بضيف له معلقتين 3 من زيت الزيتون. صدقوني كتير أطيب لما بتضيفوه وانتم عم تهرسوا فيه. هرسته بالهراسة أو بالشوكة لو بتحبوه، تمام. بخلي الحرارة على المتوسط لحتى ما ينشف معنا. رح أضيف عليهم نص حبة من البندورة مقطعة لناعم جدا، وبضيف معلقتين من دقة الفلفل اللي حضرناها. برجع بهرسهم إشي بسيط ولكن مش كتير بهري البندورة. شوفوا لي هالقدسية قديش بتشهي القلب. لو حبيتوا تاكلوا الفول هيك ممكن تزينوه بشوية بقدونس، بشوية بندورة، وتحطوا له زيت زيتون، ولا أطيب من هيك. ولكن رح نعمل القدسية. عندي هون حمص بحطه بقاع الصحن كيف ما شفتوا. بعد هيك بنزل بكمية الفول وبزينه بالبندورة، بشوي من حبات الحمص، شوي من البقدونس، والكثير الكثير من دقة الفلفل وزيت الزيتون، ويا عيني شو بتشهي القلب. وهلأ رح نعمل البيض. عندي هون سمنة بلدية، واللي بيتفق معي انه البيض العيون اطيب بالسمنة البلدية يكتب لي هذا الشيء بالتعليقات. يا جماعة بشهي. بضيف معلقتين من السمنة البلدية وبتركها لحد ما تقدح. بعد هيك بنزل بكمية البيض. ما بنزل البيض والسمنة عندي لساتها باردة، لا بستناها لتقدح معنا شوي. بعد هيك بصير اخذ من الزيت واحط على العيون لحد ما يستوي معنا شوي. وفي ناس بتحبه برشت كمان بصير. برش له رشة بسيطة من الملح وبضيف عليه سماء، ويا عيني رشة السماء مع البيض العيون شو بتشهي. محضري لهم أطيب فطور واستمتعوا بأطيب طعم.